مين قال إن خبز القمح الكامل لازم يبقى ناشف وطعمه تقيل؟ وصفة النهاردة هتغير رأيكم. هنعمل مع بعض خبز 100% دي قمح كامل بالحبوب والبذور، وهيطلع طري وهش وخفيف وطعمه حلو حتى الأطفال هيحبوه. أول خطوة هنعملها هو خليط تانج زونج، ولو عاوزين طريقته بالتفصيل هتلاقوها في الفيديو اللي فات. في بولة كبيرة أو البولة بتاعة العجانة هنحط فيها الدقيق، حليب البودرة، النشا، بذور الكتان وبذور الشيا، ومعاهم الشوفان، مع الخميرة الفورية والبيكنج صودا والملح. وبعد ما نقلب المكونات الجافة كويس هنضيف عليهم بيضة، خليط تانج زونج، زبدة وعسل ودبس تمر، ومية للعجن. هنعجنها بإيدينا أو بالعجانة من 5 ل8 دقايق لغاية ما العجينة تبقى ناعمة. هنحط العجينة في بولة مدهونة بطبقة خفيفة من الزيت، هنغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها، وده شكلها بعد التخمير الأول. وبعد كده هنقسم العجينة ل3 أجزاء متساوية. هنفرد كل جزء على شكل مستطيل كبير ونطبقه على بعضه من اليمين ومن الشمال بالشكل ده. هنفرده مرة تانية وبعد كده هنلفه رول. نتأكد ان طرف الرول مقفول كويس جدا. هنرص الرولات ال3 جنب بعض، واهم حاجة نخلي طرف العجينة لتحت. هغطيها واسيبها تخمر للمرة التانية لمدة نص ساعة، وبعد كده هسويها في فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة أو لغاية ما لونها يبقى ذهبي. هنسيبه يبرد قبل ما نقطعه علشان يفضل هش وطري لغاية آخر قطعة، وممكن بكل سهولة نحفظه في الفريزر. والوصفة دي من أكتر الوصفات اللي اتطلبت مني، وبعد تجارب كتير دي بقت الوصفة اللي بعتمد عليها. وغالبا كده لو جربتوها مش هتحتاجوا تشتروا من السوبر ماركت تاني. احفظوا الفيديو وجربوها واكتبوا لي في التعليقات تحبوا الوصفة اللي جاية تكون لأي نوع خبز.